اقوم الاخوان بالنسبه اني تغي تسخان اني تغي يتجن شغران تقوم الواجب تغي تسخان في الجماعه نقصنش اقوم نهار نيني غيختم الطبريه نيني غيختم الطبريه نيني اللي غيشن ومن بينهم اقي دوران نشفرنش كيف ايوا مرة خدمان سعيد ضابط الطبرة اني تغي خدمان كلشي تغي تسخان ولا اني تغي تسخان قم الواجب. نعم ودانويا. نعم. الشباب تغي مونس ونسنشق جمع القاعة ونفرق المهام. نعم. الشباب مونس ونجمع القاعة. نعم. الشباب تغي تسخن هذا مونسو شي قاعد عاود نعاون معاه. نعم. سعيد جاري كيش وها. نعم. الاحساس مش غتعتقد توريد كاع المسائلات مسرينا. صراحة سعيد نمشي لبلاد الغرب. نعم. الحياة نعم. نمشي نقاخذ دائما. نعم. لا حياة للعائلات هذه البلاد هذا نعم. ما راه مسؤول علاقة المسجد لأن الحياة في المسجد. نعم. الإنسان يتز العائلة نفس كل شيء النساء الأبناء نعم. هذا نمشي بس ندور ذا مقرا مش ندور ذا مقرا لا دي جمع الأسرة لا دي جمع شمل الشباب مش تواري درخو فهمت. الحمد لله ويتبقى هذا الإنسان كعائلة والحمد لله كل شيء معاون مش شي بكلمة طيبة. ثومة محمد عوضي كيجي يقوم سجل مجهود الصراحة جبار والله العظيم. ربدا انت في ما يدير وقتني الله يحفظك. هذا واحد المغربي من قنيطرة ما شاء الله تبارك الله اللهم بارك جارنا تقريبا. الناس ديال قنيطرة كل نعم. مولود في فاس وعايش في قنيطرة ياك ودابا اكملها فاس كل شيء. نعم صحيح. تحية وحي المغرب من قندق حتى لقند الله يجازيكم. الله يحفظك بارك الله فيك. حنا هنايا ما كاينش راك كتشوف. نعم. شفتي التونسي شفتي الجزائري. نعم صحيح. كل الحمد لله الحمد لله. كاش الفرق هذا ريفي هذا لا والو حنا ما عندناش هذا الشيء كل شيء هو من الداخل ولكن الله عمرها سلعه الله عمرها دار ها هو الصراحه شهاده لله ماشي المجامله ولا شي حاجه. ديك الروح المواطنه وروح الاخوه التي ابهرت العالم باسره. نعم. بما وقع في المغرب. صح فهمتي صح. هذا ليس بالغريب. نعم. هذا ماشي غريب عليه. صحيح. ديك الاخوه كنعيشوها في هذا المسجد. صحيح. داك التعاون اللي شفتوه في المغرب. نعم. راه المغاربه ماشي كيتعاونوا غير في المغرب فقط. والله الا نقولوا لهم برافو عليهم الصراحه. حنا عندنا الاخوه والتضامن وكذا في الدم ديالنا وراك سمعتي غير المغاربه كيفاش متعلقين بالمغاربه كيفاش متعلقين. صحيح. نعم. والحمد لله على هذه النعمه. بارك الله فيكم الله يجازيكم بخير الله يحفظكم. اخوان الاخوان ما مشينا انت الاخوان مره كلشي سواسيه كلشي كيف يوضن فرحان نشتن اخوان ملي تغي تسخان إني تغي تسخان مرة من الشتين مرة قوسي هذا ماني غاد ماني غاد تلقى الأجواء صاحبي ماني غاد الأجواء مع شو عاود السمر مي ثومة محمد جاري ديكيش والله يرضي ماشي الإحساس نجدك خميت وريد قديم سنينا دقن صدقات دقن الوجوه الطيبة النيرة توريد والله العظيم جيبي مني بس مزيان كيف ما نسكت الله فيك شكرا روح ما تروح زياره مدرك فلان يشمون سلا مش غير حاجه تبقى زاريه ويا ايش نحست مش غير خلاص خمي كيفاش نحستناش والله العظيم اشي حفظ ربي ذوما بارك الله فيك الله ينور اذا ما تحافظ حافظ ايوا ما مش خويا الاحساس مش حسينو ما شاء الله نحس الصباح واخا ماشي تصيغ ماشي يعدو الشغر سنش ما اختمر يتمعد ما خصناش تصيغ مزوان الشباب متمارسين دابا متمارس شنو تحس كاميرا جدي تمام حس الصباح يعجبش الحريك وسنج الجماعه كلشي فاح من غاديين المسجد الفاتح ما شاء الله يعني تقوم الواجب ديال المهجر نغلا سوطس اشي حفظ ربي العالمين اين قصنا غاد السلحان سواء طالما تطاس اقشرهم هذا ماني غير نحاش هذا ماني غير نحاش الزياده سعيد ايثني شي نسقني غير راكم تغينتي مزيان مره اين مره واحد من العقول والارادات ورفع الناس بالعلم والايمان فوق بعضهم درجات واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الذات ولا سمي له في الاسماء ولا مثيل له في الصفات نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من
من يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه أفضل الصلاة. تقوم المساجد بدور فعال داخل المجتمعات وخاصة ديار الغرب، ففي ظل علمنة الدولة وعدم تدخلها في الدين تبقى مسؤولية خدمة الإسلام وتعليمه للناس والتعريف به مربوطة بالمساجد، ويبقى بناء المساجد وتسييرها مربوطا بتبرعات المحسنين وتضحيات المتطوعين. ومن خلال هذا المقام نريد أن نكرم أولئك المجاهدين الذين جعلوا خدمة بيوت الله هدفا أسمى في حياتهم، يضحون من أجلها بأوقاتهم وأموالهم وراحتهم في وقت تسود فيه الأنانية ولا يفكر الكثيرون إلا في أنفسهم وأسرهم ومصالحهم الخاصة. ورغم ما يقوم به هؤلاء المسؤولون من مجهودات في خدمة بيوت الله إلا أنه تقابل في بعض الأحيان وفي الغالب بالنكران والتجاهل من قبل زوار المساجد وحتى ممن لا علاقة لهم بالمساجد أصلا. إن هذه المساجد التي تأوي المؤمنين وتبهر الناظرين وتغير الحاقدين بأشكالها وأعدادها ورسالاتها وكثرة زوارها لم تنبت من الأرض هذه المساجد، ولم تنزل من السماء هذه المساجد، ولا يسيرها الجن ولا الملائكة ولا الآلات، وإنما هناك رجال عظام قاموا ولا زالوا يقومون بهذا كله. فمن وراء كل مسجد عظيم رجال ونساء. أيها السادة، إنما قمتم به وما قمنا به وما هذا المسجد العظيم الحقيقة إلا أساس لبناء أهم وأعظم، ألا وهو بناء الإنسان. إنكم لم تنفقوا كل هذا الوقت ولم تبذلوا كل هذا الجهد من أجل هذه الجدران أو من أجل مكان تقام فيه الصلاة فحسب، وإنما ضحيتم جميعا من أجل الأهداف التي نتوخى أن يحققها المسجد دينيا ثقافيا واجتماعيا. وأملنا أن تستهدف أنشطة المسجد كل الفئات، أطفالا وشبابا وكهولا وشيوخا، رجالا ونساء، وحتى غير المسلمين، لأننا نريد أن يساهم المسجد في نشر قيم التعارف والتعايش بين أفراد المجتمع وإن اختلفت أديانهم. نقدم في هذه الأمسية المباركة أسمى عبارة الشكر لكل من ساهم في بناء المساجد وسهر على تسييرها. وها نحن اليوم أيها الأحبة نخصص ذكر اسم من الأسماء التي سهرت على هذا البيت منذ تأسيسه وضحى بالكثير والقليل. أخونا، أبونا، سهرنا، جدنا، خالنا، عمنا الحنون الطيب الحاج اليزيدي محمد. تكبير. وهذا الرجل نشهد الله وملائكته وحملة عرشه إنه رجل ليس كالرجال، رجل أصعب مهمة في هذا العصر، إنه أمين الصندوق، رجل حفيظ على أموال الجماعة والله أكثر مما يحفظ ماله الخاص، رجل أمين في زمن قل فيه الأمناء، نحسبه كذلك والله حسيبه، يقدم الحساب بكل التفاصيل، لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا سجلها. سألت نفسي في بعض الأحيان، سألت نفسي مرات عديدة كيف استطاع هذا الرجل ضبط هذه الحسابات كلها؟ كم من الفواتير والتواصيل كان عليه مراجعتها؟ كم من الأوراق كان عليه كتابتها؟ وكم من مرة راجع الحسابات قبل أن يقدمها أمام المئات من أعضاء الجماعة؟ كم من الساعات
بل كم من الأيام كلفه ذلك. السيد محمد اليزيدي رجل يتكلم قليلا ويعمل كثيرا. إنه المراقب المباشر لعملية البناء منذ أن بنينا المسجد، يراقب كل الشركات التي تعمل في المسجد، وهو رجل ما شاء الله يفهم في كل ما يتعلق بالبناء نظريا وعمليا. كلما عجز عامل أو مقاول عن حل مشكلة فيما يخص البناء إلا وجد الحل عند محمد اليزيدي. وأنا متأكد أن الحاج اليزيدي إن أعطيناه فرصة للرد على هذا الشكر لقال لكم أيها الإخوة إننا لم نقم بهذا الجهد من أجل أن تشكرونا أو تصفقوا لنا، وإنما فعلنا هذا من أجل رب العالمين. لقد بنينا المسجد ونحن نرى أننا نبني ببنائه مستقبلنا عند الله يوم نلقاه. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. الحاج محمد اليزيدي، نقول لك باسم هذه الجماعة، جماعة مسجد الفتح، نحن ممتنون لك ولقلبك الكبير وبأفعالك التي كانت بمثابة أقلام ألوان لونت بها عتمة حياتنا. محمد اليزيدي شخص معطاء، مثلك الحاج محمد نعمة في حياتنا، والله نعمة تستحق الشكر. الحمد لله أن كنت معنا ولا زلت معنا وستظل معنا بحول الله. إخلاصك الحاج محمد اليزيدي، تفانيك الحاج محمد اليزيدي في العمل هو الذي يقود إخوانك إلى النجاح. عطاؤك غير المحدود وغير المحسوب هو قوة غير مرئية ترفع حماس الجميع. شكرا لك الحاج محمد اليزيدي، شكرا خالصا. نتمنى أن تقبل منا هذه الكلمات وهذه العبارات. تعلمنا منك الكثير الحاج محمد اليزيدي، تعلمنا منك المعنى الحقيقي للتفاني والعطاء. الحياة عبارة عن قصة. شكرا لك الحاج اليزيدي لأنك جزء من أحداثها. لقد أعطيتنا درسا والله في حياتنا، درسا في العطاء، درسا في التفاني، درسا في التضحية بما في القلوب وليس بما في الجيوب. رزقنا الله بشخص مثل الحاج اليزيدي في حياتنا، علمنا ونحن لا ننكر هذا الجميل. جزيل الشكر والامتنان على كل ما قدمته الحاج اليزيدي لهذه الجماعة الطيبة المباركة. عطاؤك الحاج محمد اليزيدي مثل دفء الصباح ونوره. تفانيك زرع في قلوبنا الفرحة وعلى وجوهنا الابتسام. الجماعة تقول لك الحاج محمد اليزيدي، الجماعة تقول لك لن ننسى معروفك المعطاء، وأمثالكم قلائل في هذه الدنيا. من قلب هذه الجماعة نقول لك الحاج محمد اليزيدي شكرا لوجودك معنا وكل ما فعلته لنا، ونعتذر لك على جميع الأوقات التي نسينا أن نخبرك فيها عن مدى سعادتنا لوجودك في حياتنا. جزاك الله خير، ونسأل الله عز وجل أن يشفيك. تكبير تكبير تكبير. الله أكبر. حاج محمد اليزيدي حفظك الله، ونسأل الله عز وجل لا يحرمنا بوجودك وجود أمثالك إن شاء الله. والشكر كذلك موصول إلى جميع الآباء ديالنا اللي كانوا اللبنة الأولى في تأسيس هذا المسجد. ونحن عندنا إن شاء الله طاقة ورد الحاج محمد اليزيدي على العطاء ديالو والفناء ديالو في هذه الجمعية. وفي الحقيقة الحاج محمد اليزيدي هو الوردة الجميلة في هذه الجماعة، أحسن من هذا الورد. نعم، أحسن الله إليك وتقبل منا هذه الكلمات باسم الجماعة. بارك الله فيك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحاج طلب منكم أن ينصرف لأنه لا يستطيع أن يجلس كثيرا، وأنتم تعلمون أن المريض حتى في الصلاة لا حكم له، يصلي كما يستطيع، فكيف وهو جالس معنا؟ فنأذن له بالانصراف، ونسأل الله تعالى من التعاون للصحة والعافية، ونسأل الله تعالى أن يرده إلينا سالما غانما بصحة سليمة. اللهم آمين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين. اللهم آمين. الإخوة الكرام، ما زال برنامج